صياحك طرب يا عم الناس، عامل ايه؟ أهو الحمد لله الواحد طالع عينه في الشغل والبيت وفي كل حتة. طب Efendim dediğimi bildiğin fakadımana, efendim dediğimi bildiğin fakadımana. انا ايه اللي خلاني اتكلم؟ اسكت، كفايه صياح. انا ماشي يا عم. الشكوى او الصياح في ناس بتعتبرهم اسلوب حياه حتى من غير ما نحس. يعني مثلا مفيش اجمد من ان بعد ما اعك الامتحان اروح اصيح قدام كل واحد اقابله، او اي مشكله تقابلني اروح اصيح بعدها. الموضوع بقى عاده عند الناس. بس خليني اسالك سؤال مهم، انت مستني ايه من الشخص اللي انت بتشتكي له او من الناس اللي انت بتصيح عندهم؟ هل هيحلوا لك مشاكلك بنسبه 99.999999999%؟ محدش هيعبرك. هيسمعوا منك مره واتنين بس بعد كده هيطنشوا، مش هيحبوا قعدتك، وهيقولك في الاخر معلش اصله بيحصل عادي. عايزك تفهم ان انا زي اخوك الكبير، بنصحك وانا مش مستني منك اي حاجه ولا اي مقابل. فاسمع الكلام اللي انا هقوله لك ده وركز فيه كويس عشان مهم. لما بتقابلك مشكله او مصيبه، انت بتبقى احيانا محتاج انك تفضفض مع الناس، بس مش على طول. احيانا واحيانا تانية بتحتاج انك انت تشتكي، بس مش على طول. لكن الافضل من كل ده هو انك تدرك ان الشكوى اصلا مش حل لاي مشكله. بالعكس، الشكوى بتزود المشكله اكتر. الشكوى هي بحر من السلبيه اللي بتخليك دايما مركز مع السلبيات اللي موجوده في حياتك والسلبيات اللي حصلت لك، وعمرك ما هتشوف اي ايجابيات. وبالتالي بدل ما كنت هتقعد تفكر ازاي تحل المشكله اللي حصلت، هتلاقي نفسك قاعد مخنوق وزعلان وحاسس ان الدنيا كلها جايه عليك وان مفيش امل والدنيا مضلمه. الشكوى والصياح ما ينفعش يكونوا اسلوب حياه ولا عاده عندك. طب أموت مهموم طيب عشان ترتاح مني؟ أكيد لأ، والفكرة دي لازم تغيّرها من حياتك. الشخص الضعيف الشكّاي هو الوحيد اللي بيموت مهموم، حزين، وحيد، لكن الناس الأقويا هي اللي بتقعد تفكّر في المشكلة وجذورها وإزاي هيحلّوها ببساطة، لإن دي حياتهم هم، وأي رَد فعل منهم تجاه الحياة ملكهم هم وبس. وقاعدة مهمة حُطّها في حياتك، بلاش تعيش دور الضحية، خلّيك راجل وتحمّل مسؤولية حياتك. وصدّقني أول ما بتبدأ تعمل كده، بتلاقي حياتك اتفتحت وطُرق كتير وحلول أكتر ظهرت قدّامك. وحرفيًا الناس اللي بتواجه مشاكلها وبتواجه كل تحدي في حياتها صح، بيبدعوا أوي، وهُم اللي بينجحوا، وكمان بنحب قعدتهم دايمًا. وخلّيني أقول لك كام خطوة تساعدك إنك تغيّر الجزئية دي من حياتك، وزي ما قُلت تساعدك إنك تغيّر ولكن مش هتغيّرك، لإن الأمر في الأول والآخر مُعتمد عليك أنت وبس. 1، ركّز على الحلول مش المشاكل. بدل ما تصيح اسأل نفسك إيه اللي ممكن أعمله عشان أحسّن من الوضع اللي أنا فيه. 2، حُط عندك عادة الامتنان. مشكلة أغلبنا إنه عنده نِعَم كتير ولكن هو ألف النعمة، حَس إن النعمة دي عادية وعادة مكتسبة، لكن ده مش صح. اكتب كل يوم 3 نِعَم عندك في ورقة وشوف التأثير الرهيب اللي هيحصل في حياتك. 3، اتحكم في أفكارك. أفكارك عاملة زي السواق الأعمى، لو أنت ما وجهتهوش صح هتلاقيه ماشي يخبط في حياتك يمين وشمال، فخلي دايمًا أفكارك إيجابية. 4، اتحمل مسؤولية أفعالك، باختصار انشف وشيل مسؤوليتك. 5، طوّر من نفسك وأفكارك وأفعالك عشان تغيّر من عقليتك، وبالتالي تعرف تواجه مشاكلك بشكل أفضل وأحسن بكتير، وبالتالي جودة حياتك تتحسن. وفي الختام حابك تعرف إن تجنب الشكوى وتحمل مسؤولية حياتك هما مفتاح النجاح والسعادة. ما تستناش إن الدنيا تبقى أحسن والظروف تتحسن حواليك عشان تبدأ تتغير. ابدأ بنفسك وتغير. الظروف مش هي اللي بتصنعك، أنت اللي بتصنع الظروف. خليك فاهم إنك أنت مش مسؤول عن الظروف اللي حواليك، لكن أنت مسؤول عن ردة فعلك تجاهها. في ناس خدت من الظروف وحولتها من الألم للأمل، وناس تانية قعدت تبكي وتشكي، فبلاش تكون منهم. وأخيرا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، وتقول لي في الكومنتات تحت رأيك، وتقول لي إزاي إن أنت قدرت تتخلص من الصياح. اتفقنا؟ وما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة. سلام.